رأت عدة مشاريع تم إنجازها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية النور بمدينة أسفي، وتهم على الخصوص المجال الاجتماعي بهدف النهوض بصحة الأم والطفل والدفع برأس المال البشري للأجيال الصاعدة ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وحماية الطفولة والشباب، وأيضا تعزيز الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف الاستقبال بالمؤسسة. كما تستهدف المشاريع كذلك المواكبة وتأطير الأطفال والشباب في وضعية صعبة. اليوم السيد عامل الاقليم الاسفي والوفد المرافق له يعني يشرف على مجموعه ديال المشاريع. اول مشروع اللي كان هو اعاده هيل ديال دار الكرام بالواد باشا. هذه المؤسسه ديال الرعايه الاجتماعيه اللي كتعنى باطفال الشوارع والطاقه الاستيعابيه ديالها حوالي 36 يعني سرير اللي كيستافدوا منها الشابات وشباب. يعني الغلاف المالي اللي تم التخصيص ديالو من اعاده هيل هذه دار الكرام يعني تقريبا هو 1.68 مليون ديال الدرهم، كلها من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. وقد استفادت الجماعات الترابية آيير وحرارة وولاد سلمان من 3 سيارات إسعاف مجهزة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 1,050,000 درهم، ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 900,000 درهم بهدف تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية. كما جرى أيضا تسليم 30 سيارة للنقل المدرسي، من بينها 8 سيارات مقتناة من طرف جهة مراكش أسفي برسم سنة 2022 بهدف تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوسيع وتجويد خدمات النقل المدرسي بتراب إقليم أسفي.